السلام عليكم، معكم قناة تحليلاتكم. خبر مفرح يا جماعة للجميع، لعشاق كرة القدم العالمية والأوروبية والعربية، بما إن طبعا كأس العالم اللي جاي 2025 كأس العالم للأندية في 5 فرق عربية، فيهم 3 من أفريقيا: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، و2 من عرب آسيا: الهلال السعودي والعين الإماراتي، طبعا بالإضافة إلى مامولد سان داونز الجنوب أفريقي. خبر مفرح يا جماعة للجميع طبعا، وهو إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 63 مباراة. طبعا احنا عارفين ان كأس العالم للأندية اللي هتكون في أمريكا ما بين 15 يونيو اللي جاي إلى 13 يوليو طبعا 2025، يعني بطولة كبيرة جدا عاملة زي كأس العالم اللي كانت من كام سنة في قطر، كأس العالم للمنتخبات. 63 مباراة من 32 فريق هتكون مذاعة بشكل مجاني وحصري على منصة ديزن. طبعا منصة ديزن لو انت عايز تتفرج على المباريات لما ان شاء الله يجي وقتها في 2025 في شهر 6، هتدخل على المنصة، تكتب على جوجل منصة ديزن، هتظهر لك المنصة الرئيسية، تدخل عليها تلاقي بس المباريات شغال بجودة عالية طبعا وبشكل مجاني بدون اي اشتراكات. وايضا طبعا صرح واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن الخبر المفرح للجميع ده. طبعا عمل صفقة تاريخية مع منصة ديزن لإذاعة مباريات كأس العالم بالشكل المجاني مقابل صفقة تاريخية طبعا قيمتها $1,000,000. وطبعا وصرح انفانتينو وقال لك القرار التاريخي ده هيجعل مليارات من محبين كرة القدم في العالم طبعا لمشاهدة البطولة الممتعة لأول مرة، طبعا البطولة الكبيرة اللي هتكون مكونة من 32 فريق. وايضا طبعا منصة ديزن قالت لك في المقابل يعني اللي خلتنا نذيع كأس العالم بشكل مجاني، هتجعل من المنصة هي رقم 1 عالميا طبعا في كرة القدم. وايضا صرح طبعا رئيس الفيفا انفانتينو، قال لك طبعا اعطى حقوق وتصاريح للمنصة دي، منصة ديزن، ان هي برضه تقدر تدي تراخيص لاي جهة خارجية تاني عاوزة تتعامل معاها لإذاعة المباراة ولكن بشكل مجاني. يعني اي قناة تلفزيونية جاية تقول لك المنصة ديزن دي بعد اذنكم انا عايزة اذيع اي مباراة او المباريات دي بشكل مجاني، يشترط عليهم ان ما يكون في اتفاق بينهم. طبعا مثلا اي قناة تلفزيونية سواء بين سبورتس مثلا او اون تايم سبورتس او قناة العين او قناة SSC سبورتس او ابو ظبي او قناة الكاس، لازم يشترط عليهم انه خدوا حقوق البث واديكم تصريح انكم انتوا تنقلوا المباريات دي، ولكن لازم انتوا تنقلوها على البث المجاني، ما تخليهاش مشفرة. تمام؟ فده خبر طبعا حاجة ما حصلتش من ايام كاس العالم الأخيرة اللي كانت قطر، يعني في بعض المباريات للمنتخبات العربية كانت بتزحف بشكل مجاني على بين سبورتس المفتوحة. دي حاجة طبعا ممتعة لكرة القدم وحاجة طبعا مفرحة لجماهير عشاق كرة القدم. لو انت طبعا أهلاوي اكتب لنا في الكومنت انك انت أهلاوي، لو انت بتشجع الهلال السعودي اكتب لنا انك انت تبع الهلال السعودي، لو الترجي التونسي اكتب في التعليق انا تبع الترجي التونسي، لو العين الإماراتي كذلك اكتب في التعليق، لو الوداد المغربي اكتب في التعليق انت بتشجع الوداد. عاوز اعرف نسبة جماهير طبعا ومين اكتر جماهيرية في الوطن العربي من ناحية الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية. ما تنسوش الدعم المجاني، اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد وتفعيل زر الجرس. كان معكم طبعا قناة تحليلاتكم. السلام عليكم.